حبايب قلبي صباح الخير. احنا في جولة النهاردة كده في سوق الخميس. قلت ايه اخدكم معايا كده تتفرجوا، نشوف الحاجة اللي موجودة النهاردة. تمام. بصوا، دي هنا كده شوية حاجات شتوي. بلوفرات على كارديجان على حاجات يعني كتير بصراحة. بصي تشكيل كبير قوي. دريس ميني دريس صوف. بصوا كان بيتكلم في 120. تمام. بس ايه يعني ممكن يوصلها ل100. هنا بقى حد قاعد بيبيع قماش. المتر من دي ب20 جنيه. تمام. المتر ب20 جنيه. دي حراير. دي حراير تتعمل شميزات، اي حاجة. تمام. هنا برضو شوية قماشات برضو حراير كده. تمام. بتبيع المتر ب30 جنيه. ماشي. يعني ده حراير ممكن تعمل برضو بلوزات شميزات دريس. زي ما انتوا عايزين بقى. يعني انتوا صنفوها زي ما انا بقول الافكار بس. تمام. دي المتر ب40 جنيه. اهو شايفين. المتر ب40 جنيه. حرير سادة وحرير منقوش. زي ما انتوا شايفين القطعة دي اهي. دي المتر ب40 جنيه. تمام. هنا بقى ده بتاع الملايات. انا سألته على قماشات العمرية. قال لي لا مفيش عمرية، في اللي هو التركي وفي المصري. التركي ب70 والمصري بيبقى ب50. تمام. هنا بقى حد بيبيع القماش ده. بيقول ده للتنجيد بس انا شايفاه خفيف. تمام. هو بيتكلم المتر بتاعه ب40 جنيه. معرفش ده بس ما ينفعش ده تنجيد ابدا لانه خفيف. ده بقى القماش الهمر التحفة ده بكل الوانه. شايفين يا بنات؟ الذهبي والكشمير وكل الالوان موجودة. شايفين؟ بصوا. بصوا الجمال. حلو جدا. جايب التشكيل بتاعه كله، الالوان كلها موجودة. شايفين؟ هنا بقى ده واحد قاعد بيبيع القماش الجبلان ده. بيبيع المتر بتاعه ب80 جنيه. المتر ب80. بصوا يعني القطعة بتاخدوها. مثلا ايه تاخدوا كنبتين. الكنبتين والكرسيين. على المتر ب80 جنيه بيحسبها ب80. لكن لو انت عايزة ما يحسبش بالمتر يديك الطقم على بعضه. هو كان بيتكلم في 700 جنيه. وممكن تنزل ل650. تمام. تاخدوا البوكيه كله على بعضه. للكنبتين وللكرسيين او كنبه واربع كراسي. تمام. بس القماشه بصراحه تحفه زي ما انتم شايفينها كده جميله جدا. بصوا جمال حلو قوي قوي. ما اعرفش بقى كل واحد ايه وذوقه في الحاجات دي. انا بصراحه عجبتني قوي. شايفين؟ لان انا بحب البوكيهات. بتبقى شيك في الصالونات. لان انا عاملاها بصراحه. تمام. وانا كنت بفكر اغير عندي فكنت بسأل يعني عليه. شايفين؟ اهو. بصوا. ده بقى حد بيبيع القماش ده برضو قماش حرير. معرفش ينزلوا الصيفي ليه. المتر ب40 جنيه برضو بتاعه. المتر ب40 على حسب قطعة القماش. بتاخديها على بعضها 3 متر 4 متر تاخديها كلها على بعضها. يعني ما تقطعش منها. بتديكي الحتة على بعضها تاخديها تعمليها دريس. تاخديها تعمليها شميزات مثلا انت واختك انت وصاحبتك بتاع. بتاخدوا القطعة على بعضها. لان هي ما بتقصش منها. تمام. تديها لي كده على بعضها بياخدوا عمالين بقى ايه. ياخدوا كل واحدة بتاخد لها بالتلات اربع قطعة. تمام. اهو. شايفين؟ الوانات كتير بقى. يعني هنا الناس عمالين ينقوا بصراحة تشكيل كبير قوي. عندها تشكيل كبير. المهم بقى ايه دخلنا رحنا عند بتاع الستاير ده. عنده الستاير الشيفونات اللي انتوا شايفينها دي. تمام. وفي ماركات بقى يعني في ستاير منها اللي هي مش عارفه بيقولوا عليها ايه برلانت ولا بيقولوا ايه. المهم يعني المتر بتاعها ب60 جنيه. ده جميع التشكيل كله ب60 جنيه المتر. شايفينه عامل ازاي؟ اهو. وبعدين ده بقى الهمر. اللي بيتعمل يا اما تنجيد ركنه. او بيتعمل ستاير. انا شايفه بصراحه ان هو في الستاير هيبقى شيك قوي. القماشه بتاع دي ب70 جنيه. تمام. فيها منها الساده وفي منها المضلع. خلاص. بصوا ده بقى القماشات دي. بيقولوا دي ستاير. انا بصراحه مش شايفه ستاير حمراء. بيقولوا ستاير هي في ممكن الوان تنفع منها ستاير. دي هنا بقى واحده ست بصراحه ست جميله قوي قاعده بتبيع اللطقم دي. سالتها قالت لي ب2200 الطقم. ده طقم عشا ب2200 24 قطعه. هو سعرها معقول عن بره بصراحه. اهو عندها تشكيل كتير قوي. تمام. بس انتوا طبعا لو فصلتوا انتوا شطارتك بقى. تمام يا حبايبي. بصوا هنا بقى. هنا دي بقى واحده قاعده بتبيع طرح. الطرح اللي هي اللف الخمار الكبير ده. شايفين دي ب70 جنيه.
كانت بتتكلم في 70 جنيه، والناس ملمومة ما كنتش عارفة حتى أصور. تمام. هنا بقى ده واحد قاعد بيبيع، هو محل، مش قاعد في الشارع كده، هو محل بصراحة. شايفين ده الأطقم اللي هي بتاعت سراير الأطفال والسراير الكبيرة. تمام. الطقم الكبير بيقول ب550، وبتاع الأطفال ب1100، لأن بتاع الأطفال 2. تمام. بصوا بقى للحفة. شايفين اللحاف اللي فوق القطيفة المضلع ده بيتكلم في 2200، بيقول لي ب 2200. مش عارفة بقى السعر ده عامل ايه، حلو ولا لا. المهم ايه، اتمشينا كده بقى في السوق. تمام. زي ما انتم شايفين السوق فاضي عشان كان اخر خميس. هنا بقى بيبيع الكوتشي ده، الكوتشي ب120 جنيه. شايفين كوتشي اللي هو المقاسات البناتي 120. تمام. في اطفال ب100، ده اطفال ب100. خلاص. ده هنا زي البانس كده، ده برضو ب100. في منه البانس ده، وفي اللي برباط بقى، في الرباط بتاعه، بس ده شكله مريح بصراحة. يعني ده حلو في المشي، حلو جدا. بصوا، وفي برباط بقى كده، ده ب100، ده مش عارفة برضو ب100، او برباط ب120، حاجة زي كده. تمام. اهو. هنا بقى الحاج بقى اللي واقف ده، شايفين عنده بقى الشوزات اللي هي دي الجلد، بيبيعها ب50 جنيه بصراحة. بيقول لي بواقي محلات. زي ما انتم شايفين حلوة، مش وحشة بصراحة، حلوة. يعني ماشي حالها، تمشي الدنيا. بيتكلم في 50 جنيه. شايفين جميلة ازاي القافية دي، حلوة قوي، وفي الاسود بتاعها. في بصراحة عنده شوية حاجات حلوة. تمام. هنا التوم، التوم الناشف ده، الربطة ب10 جنيه. الربطة ب10 جنيه. هي كان عندها 3 ربطات، قالت لي تعالي خديهم كلهم على بعض وكده. المهم انا ما خدتش عامه يعني. الربطه ب10 جنيه. تمام. المهم ايه، اتمشينا بقى كده اهو. في عندنا بقى ايه، المكياجات والحاجات اللي محطوطه دي، وبرفانات ومش عارف ايه طبعا. الحاجات اللي هي العناية الشخصيه دي ما تنفعش من الاسواق. بصوا بقى هنا، ده حد واقف بيبيع، معرفش ده استوكات، حاجات استوكات ولا ايه، ولا بالات ولا ايه. شكلها بالة بصراحة، بس بالة نظيفة يعني. القطعة ب50 جنيه بتاعت الأطفال. قطعة الأطفال ب50 جنيه. العبايات السودا دي ب100 جنيه العباية. دي بيبيع العباية ب100 جنيه. الجاكيت ده، الجاكيت ده بيقول ب50 جنيه. الأصفر ده والله جميل جدا. شايفينه؟ بيقول ب50 جنيه. أنا استغربت طبعا، ب50 جنيه ما فيهوش أي ديفوهات ولا حاجة. شايفين عامل ازاي؟ ب50 جنيه. تمام. وكل اللي ورا ده برضو ب50. شايفين كل اللي ورا ده ب50 جنيه. حاجات الأطفال هي اللي برضو ب50. والجاكيت كان بيتكلم في 50، أنا مش عارفة ب50 ازاي. لكن العباية هي اللي ب100 جنيه. بس المهم ايه، اتمشينا بقى كده شوية. في بقى واحد قاعد بيبيع حاجات أطفال، حاجات حلوة. اللي هي السويت شيرت. بيتكلم السويت شيرت بيبيعوا بتاع الأطفال ب50 جنيه. تمام. ده بقى بيبيع دريسات أطفال بناتي أهي. بصراحة أنا مش عارفة. بيقول لي الواحد ب400 جنيه. ده الصغنن ده، بتاع 7 سنين ولا 6 سنين، ب400 جنيه. أنا معرفش في حاجات الأطفال دي. البنات دي أنا معرفش فيها بصراحة. تمام. بيتكلم في 400 جنيه. لا، وبيتكلم بإيه، بكل تناكة يعني، زي ما يكون بيبيع ببلاش. تمام. بصوا، هو تشكيل معقول، بس مش لدرجة 400 جنيه. يعني الواحد ينزل روكسي ولا عباس العقاد يجيب من هناك. هنا بقى ده بيبيع السويت شيرت ده. في عنده ب50، وفي عنده ب65. تمام. 65 جميل جدا جدا جدا. بصوا، مقاسات لغاية 10 سنين. اهو شايفين. بصوا الناس والله واقفة، وفي ناس بتنقي كتير. اهو شايفين بروفلات جديدة بالتيكت بتاعها، بكل حاجة، مفيهاش اي حاجة، جداد. تمام. اهو. بس وكان في جواكت كمان. هنا بقى بيبيع الحافظات اللي هي بتاعت الانتريه. تمام. اهو. دي بتاعت الركنة دي ب70 جنيه القطعة. القطعة ب70 جنيه.
وبيبيع المفارش اللي هي الخفيفة دي اللي هي فيها كشمير في أبيض. بيبيع الواحد ب50 برضو، ب50. وفي الفرزاتش اللي ورا اللي على موف ده برضو القطعة ب70 جنيه. تمام يا بنات. بصراحة كان السوق فاضي. ده برضو واحد قاعد بيبيع الجبلان ده، بيبيعه ب70 جنيه. المتر ب70 جنيه. شايفين اهو، ده بتاخدي بالمتر. هنا بقى دي القطيفة الخفيفة، سألت عليها قال لي ب50 جنيه، بس خفيفة قوي. يعني الواحد ياخد الهامر أحسن، تكون ب70 وتقيلة، أحسن ما ياخد الخفيفة قوي دي. شايفين؟ قطيفة خفيفة، يعني تيجي تمطوها كده بتتمط معاكم. تمام. بصوا بقى الجبلان بقى ده وجماله. ده بقى ده محل عند ابو احمد، في الشارع اللي قدام الوحدات الخارجيه. تمام، العيادات الخارجيه. بيبيع الطقم ب750. تمام يا حبايبي. هنا بقى دي بيقولوا دي ستاره، زي ما قلت لكم. دي ستاير اهي، ستاير اهو. شايفين؟ بتباعها بالمتر ب40 جنيه. المتر ب40. والناس بيشتروا عادي، مفيش مشكلة. ستارة حمرا حمرا مش مشكلة. تمام. بصوا، وده بقى قماش تنجيد. بتقولك تنجيد انتريه، تشدي بيه انتريه بتاع. القماشة دي اللي على بني بيش في بني دي ب60 جنيه. تمام. التقيل بقى ده الجري التقيل ده اللي في ايديه، اللي في ايد المدام دي، ده ب70 جنيه المتر. شايفين؟ ب70. بس قماشته تقيلة محملة حلوة، مش خفيفة. ده بقى قماش خفيف قوي. بصوا، ده قماش خفيف قوي، المتر بتاعه ب30 جنيه. ممكن تعملوا اي حاجة بقى، يعني صنفوه زي ما انتوا عايزين. تمام. بصوا، والله يا بنات السوق كان فاضي، تحسوا ان انتوا ماشيين كده في صحراء، ما تلاقيش 3 4 كده يعني. ناس بسيطة قوي قوي. معرفش بقى الناس استكفت وجابت حاجتها ولا ايه بالظبط، مش عارفة. بصوا، هنا بقى في المكان ده بيبيع. بصوا دي كوفرتات اللي هي زي مش عارفة بيقولوا عليها ايه، قماشتها ايه. بيبيع الطقم بتاع الأطفال، السراير بتاعة الأطفال ب300 جنيه. سريرين أطفال ب300 جنيه. تمام. هنا بقى التوم، لسه التوم ده بقى اللي هو ايه، التوم الأحمر ده بس صغير ب20 جنيه. الكيلو ب20 بالعروش بتاعته كده. تمام، ب20. خلاص. الفلفل ب10. الفلفل ده بيقولك ب10 جنيه. حلو بصراحة، جميل، سعره كويس. المهم كده ايه، اتمشينا كده شوية تاني برضو في قلب السوق. شفنا لك بقى ايه الراجل الجميل اللي قاعد ده بيبيع السمك. تمام. عنده بقى سمك ايه، سمك بلطي. وعنده بتاع ده البلطي، وعنده المكاريل، وعنده الكاليماري. تمام. كاليماري ب50، والبلطي الصغير ده ب50. تمام. في باين المرجان كان بيقول ب70. تمام. رحنا بقى عند بتاع الفراخ ده. تمام. بصوا، البط، ذكر البط اللي نايم على نفسه ده ب200 جنيه. تمام. ما تعرفوش هو ماله عامل كده ليه. اللي بتقولك الجوز ب400. تمام. طيب الفراخ البلدي بقى، الفراخ البلدي الشمرت اللي ماسكينها دي، الفرخة ب50 جنيه، بس وزنها بتاع نص كيلو اهي. وزنها بتاع نص كيلو. ما يغركوش ان هي منفوشة كده، بس لا، صغيرة صغيرة. مش الديك الكبير اللي واقف ده، لا، اللي بيطلعوه من القفص. في واحدة كانت مستحوذة، دي اللي هي عمالة تجيب وتحط دي مستحوذة، خدت كل اللي موجود، ما اديتش فرصة حد ياخد. اهو زي ما انتم شايفين، وبتاخدوه يذبحوا جوه في المحل وينضفوا لكم. دي شمورت، بس شمورت صغيرة قوي، يعني على ما تتنضف مش هيبقى فيها حاجة. شايفين؟ لكن الديك ده مش عارفة بيبيعوا بكام الكيلو بقى، ب100 ولا بكام. ما بيبيعش بالواحد، بيبيع بالكيلو.
هي ما شاء الله خدت اللي موجود كله، ما اديتش فرصة لحد يمد ايده. بصوا يا بنات، يعني بصراحة اللي كان عايز يجيب حاجة كان جاب، نزل الخميس الأخير ده قبل رمضان، كان عارف يجيب كل حاجته بصراحة. الحاجات كانت كتير، وبس كان أكتر حاجة القماشات. القماشات كانت كتير ورخيصة. اللي كان عايز يجيب حاجة يجيبها دلوقتي، اللي يقدر ينزل بقى في رمضان ينزل. شايفين الفراخ ما شاء الله. المشكلة ان هي صغيرة قوي، بس ممكن حد يكون هياخدها مثلا يربيها ولا حاجة. المهم بقى كده ايه، سبتها ورحنا ايه عند بتاع الخضار. بصوا بقى، الكوسة كانت ب8 جنيه. الكوسة ب8 جنيه. البسلة والفاصوليا لسه ب25 جنيه، مش عارفة ليه لسه ب25 جنيه. يلا بقى، لو انتوا وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، تنوروني. ماشي يا بنات؟ وما تنسوش والنبي اللايك عشان بيرفع الفيديو. بالله عليكم يعني اتفرجوا اعملوا لايك، ما فيش مشكلة، مش بيعمل اي حاجة. بصوا بقى، سمك تاني اهو. تمام، كان السمك كتير برضو. ده كاليماري، انا مش عارفاه بصراحة، عامل زي الجمبري اهو. تمام. وده بولتي، بس ده بولتي مزارع. البولتي الابيض ده ما تاخدوهوش، ده بيبقى بولتي مزارع، مش البولتي البلدي النيلي بتاعنا. والسمك اللي هو الاحمر ده اسمه ايه؟ اسمه مرجان. مرجان ب70 جنيه. تمام. واللي هو الكاليماري ده بيقولوا لك ده عامل زي الجمبري. بصراحه انا ما جبتوش قبل كده، فما مش هفتي يعني اقول لكم حلو ولا وحش، مش عارفه بصراحه. اللي جربه بقى وعمله يقول لي طعمه ايه وحلو ولا لا عشان ابقى اجيبه. بصوا، كان السمك كتير وكل حاجه كتير ومش لاقيين ناس. بصوا اهو، ده الابيض ده مش حلو. بصوا بقى بتاعت الفشه والكرشه ومبر. بصوا، بتاعت حلويات المذبح دي معلمه معلمه قاعده بصراحه. يعني هتشتري ولا ايه؟ بصي السكينه في ايديها. الكرشه بصوا كله موحد ب80. كرشه فشه ممبار ب80. تمام. ومتنضفه كمان الكرشه زي ما انتم شايفينها، نظيفه كده متنضفه. تمام. والممبار يعني الكيلو مش هيصفصف على نص كيلو، لانه مليان ميه. تمام. بس ف تخلوا بالكم من موضوع الميه ده لانه بيوزن. بس المهم هنا بقى واحد قاعد بيبيع الاطباق الاطباق دي. هو بيقول استانلس بس خفيفة يعني. الطبق ب10 جنيه. تمام. ومعاه معالق كمان، بيبيع المعلقة ب5 جنيه. يقولك لو هتاخدي الدستة هديهالك ب50 جنيه، يعني الدستة 12 هيديهالك كلها في قلب بعضها ب50 جنيه. بس بصراحة خفيفة مش تقيلة، يعني لو تنيتيها كده تتقطم معاكي. اللي حابب يجيبها بتمشي الحال ماشي. تمام. اهو. بصوا الاطباق اهي. مش عارفة ايه الكيس اللي في وشي ده، اللي مش عارفة ايه ده. شايفين يا بنات؟ اهو الراجل اهي، المعالق اهي. بصوا اهو، وعنده المقاوير دي.